هذا كتاب تلبيس إبليس للعلامة ابن الجوزي عليه رحمة الله. هو يذكر بعض الأمور التي تتساهل فيها بعض النساء، وهي من تلبيس الشيطان عليهن. قال رحمه الله تعالى: قال: وقد تستهين المرأة بإسقاط الحبل ولا تدري أنها إذا أسقطت ما قد نفخ فيه الروح فقد قتلت مسلما. سمعتم؟ المرأة إذا أسقطت الجنين بعد أن نفخ فيه الروح فقد قتلت ماذا؟ فقد قتلت نفسا حرم الله قتلها. قال: وقد تستهين بالكفارة الواجبة عليها عند ذلك الفعل، فإنه يجب عليها، يعني إذا أسقطت الجنين بعد أن نفخ فيه الروح يجب عليها أن تتوب وتؤدي ديته إلى ورثته، وهي غرة عبد أو أمة قيمتها نصف عشر دية أبيه أو عشر دية الأم، ولا ترث الأم من ذلك شيئا، ثم تعتق رقبة، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين. هذا الواجب على المرأة إذا حصل منها إسقاط. لماذا؟ للجنين بعد أن نفخ فيه الروح. أولا تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا يجب عليها أن تدفع الدية لمن؟ لأبي الولد، أن تدفع الدية للأب أو لغيره من ورثة هذا الجنين. والدية تقدر ماذا؟ كما في الحديث النبوي: بغرة عبد أو أمة. قال العلماء: تقدر دية الجنين ب5 من الإبل. الآن 5 من الإبل كم تقدر قيمتها؟ تقريبا 5 من الإبل. الآن الناقة الواحدة تزيد على 1,000,000 قيمتها، صح ولا لا؟ تزيد قيمتها على 1,000,000. المهم ينظر كم قيمة 5 من الإبل وتخرج دية عن هذا الجنين الذي قتل. طيب، قال: ثم تعتق رقبة، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين. تعتق رقبة فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين. بارك الله فيكم. المرأة قد تسقط ولدها لأمور. الأمر الأول: قد تجبر المرأة على الزواج بشخص لا تريده ولا ترغب في الزواج به، وحتى لا يحصل لها منه أولاد تعمل على إسقاطهم ولو بعد نفخ الروح، وهذا حرام لا يجوز. وقد يحصل سوء تفاهم بين المرأة وبين زوجها منذ الأيام الأولى من الزواج، فتكره زوجها وتسعى في إسقاط الجنين بطرق محرمة شرعا. وبعض النساء لا تريد الحمل بعد الزواج مباشرة، فإذا فوجئت بوجود الحمل عملت على إسقاطه بحجة أنها تريد الراحة بعد الزواج ولا ترغب في سرعة وجود الأولاد. وبعض النساء قد يحصل من زوجها سوء أخلاق، تسوء أخلاقه، وربما أيضا جمع مع سوء الأخلاق قسوة في التعامل مع زوجته. فكيف تفعل؟ تنتقم من الجنين. كيف تفعل؟ تنتقم من الجنين، ولا ذنب له في هذا. فعلى المرأة أن تتقي الله وأن ترضى بما قدره الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال لا يجوز للمرأة إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه، ولا يجوز لأحد أن يتعاون معها على ذلك. ولا يسقط الجنين إلا بتقرير طبي مأمون الغوائل من طبيب أو أطباء موثوقين أمناء عملهم مؤيد بفتوى عالم معتبر، والله أعلم.